على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة: هل تؤيد ثورة ثانية في اليمن ضد الانقلاب الحوثي؟ 95.3 نعم، 4.7 لا. سيد أحمد كبسي هنا في الاستوديو، كيف ترد في البداية على هذه النتيجة؟ لا أدري، اليمنيون صوتوا شاركوا بها، على الأقل لدي شريحة بالآلاف يعتقدون أن اليمن على ضوء ما حدث من انقلاب للحوثيين وفلول النظام السابق، اليمن بحاجة لثورة استكمالية إذا صح التعبير، وإلا ذهبت تضحياته جزافة. شكرا دكتور، اهلا بك دكتور فيصل قاسم، واهلا بعباس المساوى، واهلا بكل مشاهدي الجزيره اللي بيتابعونا الان، وخاصه الذين اعادوا ضبط اجهزتهم ليعيدوا الجزيره التي حذفوها من 2011. بس اشوف احمد الكبسي ما شاء الله ما شاء الله عليك، كويس. انا تابعت الاستطلاع يوم بيوم منذ 16 حتى اليوم، وانا اتابع الاستطلاع اللي عملته، واعجبني جدا، عجبني الطرح الذي لفت انتباهي كثيرا في هذا الطرح، وجعلني اليوم يعني أطرح هذا السؤال. يعني ما طرحه كريم مشكور، قال: دكتور فيصل، ناقشوا موضوع الماسونية أيها البناؤون الأحرار. أنا حتى أبني فرضيات إجاباتي كلها في هذه الحلقة. دكتور فيصل، هل أنت من البنائين الأحرار؟ هل أنت ماسوني؟ بشرفك، هلق أنت جاي من اليمن وجاي تعمل لي مسرحيات وكذا؟ يا زلمي لك روح العب لك شغل ثاني. أنا عم بسألك سؤال وكذا. ماسوني، أنا ماسوني وصهيوني وسلفي وبراغماتي وحنفكوشي وشنكليشي وحنكليشي وقنطريشي، بدك غير هيك؟ جميل. وصهيوني الآن أوكي؟ نبدأ وبعصي. نبدأ مثلا. يلا جاوب على سؤالي. أوكي. تفضل. الماسوني قال. طيب أنت هل تقتنع أساسا؟ يا أخي عم بسألك سؤال، جاوبني على الواحد. طيب. ما تعمل لي شو اسمه. في عندي اليمنيون بحاجة لثورة، رد لي عليه. ما بدك ترد خليه يروح على الضيف الآخر. قال ماسوني، قال شنكليشي. حاول تهدى، برنامجك ما يتحمسك تنزعجك. يا زلمه جاي لي هلق، جاي لي من اليمن مشان تسالني ماسوني؟ بكتب لك اياها على الفيسبوك يا زلمه، قل لك ماسوني وخلص. بدك اياها؟ اوكي الان خلينا بحاجه فيصل قاسم ماسوني. اوكي ماسوني وصهيوني واللي بدك اياه. طيب. يلا واخواني سلفي ان شاء الله ما تكونش هذه اجابه كلها استهزائيه فقط. لانه لا انا بالضبط، انا كله واخر عقد عملته مع المخابرات بوركينا فاسو بكره راح اوقعه ان شاء الله. يلا تفضل. طيب إن كنت أنت يعني تتحدث عن كثير من النماذج الانتخابية بأنها مزورة، كيف لي أنا أعتمد هذه النتيجة 95؟ وما هي القاعدة العلمية التي يمكن أعتمد عليها؟ ما هو مجتمع الدراسة؟ ما هي العينة التي أخذت؟ أنا بعمل استبيان في أي قناة في أي وسيلة. أنت جاي من اليمن، عم بسألك سؤال، قل لي باختصار إنه هذا الاستفتاء كاذب لا علاقة له. هل اليمن بحاجة لثورة جديدة أو لا؟ هذا هو. أجبت على نفسك. طيب هل هو بحاجة؟ طيب عباس المساوى، عباس المساوى، كيف ترد على هذا الكلام